ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير. تعالي النهارده اقولك على احلى ماسك لو عندك تصبغات، لو عندك كنف، لو عندك نمش، لو عندك اثار حبوب، لو اي بقعه في بشرتك موجوده وعايزه توديها من اول استعمال. بجد جربي معايا الماسك ده، بجد يا جماعه وهم للبشره، بيخلي بشرتك بتطور مع الاستمراريه. اهم حاجه كده لو انت عايزه تكملي معايا الفيديو لحد الاخر، يا تصلي على النبي كتير جدا، وكمان اشتركي في القناه عشان يوصلك كل جديد، ولايك وكومنت، ويلا نبدا مع بعض. اول حاجه كده يا حلوين، طبعا كلنا الشمس بدات ان هي تسبب لنا اسمرار في بشرتنا. طبعا في علامات في بشرتنا كمان، لو في بنات عندها كلف، لو عندك نمش، لو عندك اي بقع، بجد جربي معايا الماسك ده باذن الله هتنبهري بالنتيجه من اول استعمال اهو. وايوه من اول استعمال باذن الله، وهتشوفي بعينك. قومي كده جربي معايا الماسك ده ان شاء الله هيعجبك جدا. معايا كده اول حاجه يا حلوين، وطبعا الوهم والسحر للبشره لو فيها اي بقع اللي بيوديها من اول مره، العرقسوس. العرقسوس المطحون، معلقه صغيره من العرقسوس المطحون. وطبعا العرقسوس يا جماعه معروف ان هو بيودي اي بقع في البشره، بيخلي بشرتك بتنور مع الاستعمال. بجد بشرتك بتكون بتنور، مش بتحتاج لنقطه من الميك اب، ما بقاش فيها اي تصبغات، ما بقاش فيها اي بقع، وكمان بيوحد لون البشره. يعني بجد وهم للبشره يا جماعه، حلو جدا للبشره وفوائده كتير جدا. طيب وتاني حاجه معايا، وبرده اللي بيودي اي بقع في البشره وبينور البشره، وكمان لو عندك اي تصبغات، لو انت جايه من المصيف وعندك اي بقع، لو بشرتك بقت لون ولون، لو الشمس حرقت لك بشرتك وسببت كلف، استعملي معايا الكركم. الكركم يا جماعة وهم للبشرة، وطبعا مفتح قوي جدا، والبنات اللي مجرباه عارفة قد ايه هو بيفتح التصبغات، بيفتح الكلف، بيفتح اي بقع في البشرة اهو. معايا كده معلقة صغيرة جدا من الكركم، ومعلقة من العرقسوس المطحون. تمام، احلى مكونين ممكن تخلطيهم مع بعض ويديكي نتيجة مفاجأة لبشرتك، لبشرة صافية متوحدة اللون. بجد استعملي الماسك ده بإذن الله من اول استعمال هتشوفي النتيجة اهو. معايا معلقة من العرقسوس ومعلقة من الكركم صغيرة. طيب ومعايا كمان بقى، عايزة بقى بشرتي تكون مترطبة وتغذيها كده، طبعا مفيش أحلى، وكمان هتزلك أي تصبغات في بشرتك برضه وهترطبلك. وطبعا مفيش أحلى من لبن جوز الهند أهو. لبن جوز الهند للبنات اللي ما تعرفوش، هو شكله بيبقى كده. طبعا يا جماعة وهم للبشرة، مفتح قوي جدا، طبعا غني بالكولاجين، بيغذي البشرة، كمان بيزيل اي، يعني لو عندك كمان حب في البشرة بيزيله تماما، ولو عندك اي بقع حبوب بيبدأ ان هو يشيلها تماما من اول استعمال بإذن الله. وكمان الحلو فيه ان هو بيرطب البشرة بعمق، فطبعا هتاخدي كل حاجة. يعني بجد الماسك ده حلو جدا للبشرة، من اول استعمال هتشوفي بإذن الله النتيجة. هاخد كده كمية صغيرة اهو، وانا كده بحط هبدأ ان انا ادمج اهو كده يا حلوين. هدمج كويس جدا اهو. لو لقيتيه ما بينزلش من هنا عادي جدا. اهم حاجة كده طول ما انتوا بتتفرجوا معايا يا حلوين على الفيديو، يا ريت تصلي على النبي عشان ان شاء الله يوصلك كل جديد اهو كده. وابدأ ان انا احط بسم الله. تمام جدا. هخلط كل المكونات دي مع بعض، وبعد كده لو احتجت هزود تاني اهو. وطبعا النقطة دي ليه حلوين؟ عشان الماسك بس ما يسيلش مني كده، انزل ده كله كده عشان هما بيبقوا ماسكين في بعض. تمام. القصوص يا جماعة بجد بيعمل للبشرة يعني فلتر، من كتر ما هو جميل وبيزيل اي غمقان في البشرة. قد ايه بيبقى حلو جدا 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 اهو كده. هبدأ ان انا برضو ازود تاني، محتاجة كده كمية بسيطة اهو. كتري منه، مرطب قوي جدا. يعني البنات اللي بتعاني من جفاف في بشرتنا، مهما حطت مرطبات، حطي لبن جوز الهند على بشرتك. بجد وهم ليه استعمالات كتير جدا، احسنها واهمها ان انت ممكن تحطيه كدهان على بشرتك بالليل قبل ما تنامي كده، وتبدأي ان انت تنامي وتشوفي بقى بشرتك وجمالها الصبح. بجد تبييض، حبوب هيشيلها، تفتيح بشرة، وهتلاقي بشرتك اتفتحت. طبعا تغذية للبشرة فظيعة بقى، يعني مش قادرة اقول لكم قد ايه. بجد يا جماعة اهو.
واخد كده برضو حاجة بسيطة. بصوا هو دلوقتي زي ما انتوا شايفين كده بدأ ان هو يجهز معايا، ولكن انا عايزاه يكون يعني سايل شوية كمان، يعني عشان هو ماسك، حاسة ان هو ماسك شوية كده اهو. اهو تمام جدا كده اهو. وابدأ ان انا بقى اخد كل اللي على الجوانب دي، ما تسيبيش يعني حتة كده وهمل البشرة. الماسك ده من احلى المكونات اللي بتندمج مع بعض، العرقسوس والكركم بيدوا نتيجة ممتازة على البشرة يا حلوين. طيب دلوقتي طبعا في بنات ممكن تقولك لا يعني ده الكركم ممكن مثلا يعمل لي صفار في بشرتي بعد ما اشيله من على بشرتي. لا طبعا، انت بتروحي عند العطار بتجيبي منه كركم اللي هو بنستعمله في الماسكات وكده، هو عارف طبعا. مش بتقولي له بتاع الاكل، لا، تقولي له انا مش عايزه بتاع الاكل، انا عايزاه اللي هو بيبقى في الماسكات. هو طبعا عارف الكلام ده كويس وبيديكي الكركم ده، فبالتالي بشرتك مش بتصفر ابدا. بالعكس، هي بعد ما بتشيليه على طول بميه عادي جدا زي اي ماسك، بيبدا ان بشرتك بتبقى لونها الطبيعي. طيب لو انت وصلتي معايا كده لحد هنا، يا ريت تصلي على النبي كتير جدا ويلا نكمل مع بعض. طيب هبدا ان انا هغسل بشرتي كويس جدا، خلاص كده غسلتها كويس جدا. هبدا ان انا بميه دافيه حلوين طبعا، هبدا ان انا بسم الله. طبعا هو كده جاهز معايا، شايفين القوام تحفه اهو. هبدأ بقى بكل سهولة، هبدأ ان انا افرده على بشرتي كلها. شايفين السهولة وانا بفرده ازاي اهو. بحطه كده على بشرتي كلها. عايزه اقولك بقى ان ده بيودي حروق الشمس، بيودي الكلف، بيودي النمش، بيودي غمقان اللي في البشره، بيودي كمان هالات سودا، بيودي لو عندك ممتاز للايدين بقى، يعني حطي برضه منه على الايد، تحفه يا جماعه بجد. بيودي الغمقان اللي بيبقى في الصوابع في العقل، كمان بيودي اي غمقان في البشره. كمان ممكن تحطيه على فكره على اي بقعه في جسمك هيوديها تماما. ممتاز يا جماعة للبشرة، للجسم، للإيد، للقدمين، تحفة زي ما انتوا شايفين كده. هبدأ ان انا فردته كويس جدا على كل بشرتي. طيب هسيبه لمدة قد ايه؟ هسيبه لمدة نص ساعة بالظبط، وبعد كده هبدأ ان انا اغسله بمية دافية بكل سهولة. وبعد كده هتشوفي قد ايه بشرتك نورت بمعنى الكلمة. استمري عليه كل يوم بإذن الله، هتاخدي في اسبوع النتيجة اللي انت عايزاها. تفتيح البشرة، لو عندك حروق شمس هيبدأ ان هي يزيلها تماما، عندك كلف هتبدأ ان هي تروح بإذن الله، اي بقع حبوب هتبدأ ان هي تروح. وطبعا كل ده مش بيبقى في اسبوع، ممكن كمان اقل. اهم حاجة استمري عليه كل يوم. وطبعا حلو جدا ممكن تحطيه حوالين العين، بيبدأ ان هو كمان يزيل معاكي الهالات. ممتاز يا جماعه، جربوه باذن الله هتدعوا لي. وبس كده يا حلوين، لو وصلتوا معايا لحد هنا يا ريت تدعموا الفيديو باللايك وتشتركوا في القناه عشان يوصل لكم كل جديد. اشوفكم باذن الله في فيديو جديد، مع السلامه.